تفتكر لو انت شغال وتعبان ليه تعبك لوحده مش هو اللي هيأمن مستقبلك؟ ده الموضوع بتاع الفيديو النهارده واللي هنكون بنجاوب عليه. كمل الفيديو علشان تعرف الإجابة. يلا بينا. في البدايه كده في سؤال مهم جدا محتاج انك تساله لنفسك. انا بتعب وبشتغل وبجيب فلوس، بس ليه دايما حاسس اني واقف مكاني؟ يعني ليه الفلوس بتيجي وبتطير؟ ليه رغم الشغل الكتير حاسس بعدم الامان؟ خليني اقول لك الحقيقه اللي يمكن محدش قالها لك قبل كده، وهي ان الجهل المالي مكلف جدا، وهي اكتر حاجه بتوجع انك تكون بتتعب بس بتخسر بسبب انك مش فاهم اللعبه كويس، مش فاهم الفلوس بتشتغل ازاي. بص يا صاحبي، في ناس كتير بتصحى بدري وتشتغل شغلانتين وثلاثه وتكافح علشان تقدر تعيش، بس في الاخر مفيش تحويشه، في قروض وفي ضغط وفي دوامه كده ملهاش اخر. ليه؟ ببساطه علشان الاجتهاد من غير وعي مالي زي اللي بيجري في طواحين الهواء، مهما يعافر ويكافح مش هيوصل لحاجه لان هو عنده جهل مالي. خلينا نتكلم على مشاهد واقعيه من حياتنا. محمود بيشتغل في شركه محترمه، مرتب كويس وثابت، بس بيجي اخر الشهر ويلاقي نفسه مستلف من زمايله. ليه؟ ببساطه علشان ما بيقسمش مرتبه صح، نص رايح على طلبات الدليفري واشتراكات وحاجات مش اساسيه. هلا بقى بتحوش كل شهر 1000 جنيه وفجأة قررت ان هي تحطهم في بيزنس تبع واحدة صاحبتها. هو المشروع كده يجنن، بس بعد 3 شهور المشروع قفل والفلوس راحت. ليه؟ ببساطة هي ما فهمتش المشروع، بس خدت القرار بالعاطفة مش بالعقل. اما عم حسنين بقى ده راجل على المعاش، قرر ان هو يستثمر تحويشة عمره في شقة علشان يقدر يأجرها، بس ما ضاش على عقد من غير ما يفهم بنوده. طلع العقد فيه بند انه يمنع التأجير لمدة 2 سنين واتزنق، فما قدرش انه يبيع الشقة غير بعد 2 سنين. فالمال لا يكافئ التعبانين بل يكافئ الفاهمين. يعني ممكن تكون بتشتغل اقل من غيرك، لكن وعيك المالي بيخليك عايش مرتاح. وممكن تشتغل ليل ونهار وتضيع تعبك بسبب قرار استهلاكي غبي يضيع كل اللي انت عملته في سنين حياتك. عشان كده هقول لك على شويه مفاهيم ماليه مهمه جدا لازم تكون فاهمها وعارفها كويس. رقم 1، الميزانيه. وهي يعني ايه؟ يعني كل شهر تقسم دخلك ما بين مصادر اساسيه وادخار واستثمار بسيط، وعلى جنب كده حاجات للمتعه الشخصيه بس بحدود. رقم 2، حاجه لازم تكون فاهمها كويس، ان الادخار مش رفاهيه. حتى لو كان دخلك صغير حاول انك تحوش ولو 5% منه. فالادخار مش لازم يكون مبلغ ضخم، المهم ان هو يكون عاده. رقم 3، الاستثمار مش يعني انك تخاطر بكل فلوسك. استثمر في حاجه انت بتفهمها، واسال واقرا وتعلم، وابعد عن الفرص الذهبيه اللي هي بتجيلك فجاه. فما فيش حاجه اسمها ارباح سريعه بدون مخاطر. رقم 4، الديون. هو مش كل دين سيء، واستنى وفهمني كويس. يعني انت لو بتستلف عشان تشتري موبايل جديد وانت اصلا اللي معاك شغال وكويس، يبقى ده غباء مالي مش ذكاء. خليني اخدك بقى في خطوات عمليه تبدا بيها من النهارده. رقم 1، خصص نص ساعه في الاسبوع انك تقرا او تسمع بودكاست عن المال. الموضوع ممتع اكتر مما تتخيل وهتحس بنتيجه سريعه. رقم 2، اعمل جدول لنفقاتك الشهريه. يعني شوف فلوسك بتروح فين وبتتصرف في ايه. فاول خطوه للوعي المالي انك تبص في المرايه وتواجه الحقيقه. رقم 3، انك تشتري كتب بسيطه في المال زي الاب الغني والاب الفقير وإدارة المال ببساطة، وهتتفاجئ قد إيه المعلومة بتفرق. رقم 4، اسأل واتكلم مع حد فاهم. مش عيب إنك تقول أنا مش فاهم، العيب إنك تفضل تخسر وأنت ساكت. رقم 5، لو أنت عندك ديون حط خطة لسداد حتى ولو بسيطة، المهم إنك تبدأ. الموضوع بياخد وقت، بس كل خطوة هي بتقربك من راحة البال. فالفلوس يا صاحبي مش هي الهدف، بس هي وسيلة مهمة في حياتك، ولو ما عرفتش تتحكم فيها هي هتتحكم فيك. وبدل ما تكون سيد للمال اللي معاك هتكون عبد للمال اللي معاك. فتعبك ليه تمن ووقتك ليه قيمة، ما تسيبهمش يضيعوا بسبب جهل ممكن يتعالج بكم معلومه. الخلاصه، اشتغل اتعب اكيد، بس لازم تتعلم ازاي تفكر ماليا علشان ما تشتغلش وتتبهدل وتضيع تعبك بايدك. ابدا بخطوه بسيطه، ممكن المعلومه اللي هتاخدها النهارده تحميك من ازمه بكره. وفي النهايه يا صاحبي، لو شايف ان الفيديو دوت فتح عينيك على حاجه كنت غفلان عنها، اعمل شير لحد ممكن يكون محتاج اكتر منك، واكتب لي في الكومنتات اكتر غلطه ماليه انت بتعملها وتعلمت منها ايه. وافتكر، مش لازم تكون غني علشان تبقى واعي، بس لازم تبقى واعي علشان تقدر تحافظ على اللي عندك. وما تنساش بقى انك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بالفيديوهات الجديده اللي بننزلها اول باول. ولو عندك اي سؤال او اي استفسار هتلاقيني سايب لك في وصف الفيديو كل اللينكات بالتواصل بتاعتنا. ما تترددش في اي لحظه انك تدخل وتكلمنا. سلام.